السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله جيت بواحد المنتج جديد كما وعدتكم في الفيديو السابق. هذا المنتج من منتوجات العنايه الشخصيه اللي هو شامبو جانوزي ديال تي اكس ان. كنا كنحتاجو الشامبو باش نغسلو شعرنا وباش نحافظوا عليه ونخليه في المظهر افضل، لكن كنا مهتمين بصحة وجمال الشعر ديالنا. لذلك لابد لينا نسألوا نفسنا واحد السؤال: شنو الشامبوان اللي مزيان اللي يمكن نستخدموه للشعر ديالنا؟ ومن طبيعة الحال وكنا ما غيبغيش يستعمل واحد الشامبوان اللي غيكون مليء بالكيماويات واللي غيضر الشعر ديالنا على المدى البعيد. لذلك جيت وجبت لكم هاد شامبوان ديال تي اكس ان، صحي وشامبوان طبيعي 100%. في هذا الموضوع ان شاء الله غنتعرفوا على شامبوان جانوزي اللي هو طبيعي من شركة تي اكس ان، واللي ينتج خصيصا للمحافظة على الشعر وبطبيعة الحال الجلدة ديال الشعر، وكيناسب كل انواع الشعر. علاش؟ لانه متوازن في المعدل الهيدروجيني يعني البي اش. وغنتعرفوا كذلك على المكونات ديالو والاستخدامات ديالو والفوائد ديالو وطريقة الاستخدام. وان شاء الله غنتعرفوا على مكونات شامبوان الجانوزي ديال تي اكس ان. كيتكون هذا الشامبوان الرائع بشكل رئيسي من خلاصة فطر الجانوديرما، والفوائد ديال هذا الفطر ما يمكنش نحصيوها ولا نعدوها في هذا الفيديو لانها زوينه بزاف. وفطر الجانوديرما وكنطلقوا عليه ايضا بالفطر الريشي. ثانيا فيتامين بي 5، ومن الفوائد ديال هذا الفيتامين كيقوي لنا الشعر وكيغذيه من طبيعة الحال وكيمنع التساقط ديالو والمحافظة على داك اللون ديالو، إضافة إلى زيادة اللمعان ديالو والحفاظ على الرطوبة ديال الشعر. فوائد شامبو جانوزي ديال تي اكس ان: من الفوائد ديال هاد الشامبو، أول حاجة كيقوي الشعر لأنه كيحتوي كما سبق وذكرت على خلاصة فطر الجانوديرما وفيتامين بي 5. ثانيا لطيف ومعتدل وكيجعل الشعر ديالنا أكثر صحة ونعومة ولمعانا. ثالثا كيغذي الشعر ديالنا وكيساعد على أنه يزيد يطول وكيمنع التساقط ديالو. ثالثا كيقتل البكتيريا الضارة وكيزيل الحكة من الرأس. خامسا كيساعدنا كذلك على الزيادة على الكثافة ديال الشعر، يعني الشعر ديالنا كيولي قوي. سادسا واللي كيعاني منه الكثير انه كيساعد على ازالة القشرة من الرأس. واللي يمكن لنا نستخلصه من هذا الشيء كامل انه شامبوان صحي خالي من المواد الضارة والتلويل الاصطناعي، هذا هو اهم شيء. والطريقة ديال الاستخدام ديال شامبو الجانوزي ما كتختلفش كتير على الطريقة العادية. كنوضعو كمية من الشامبوان على حساب الكثافة والقوة ديال الشعر بعد تبليله بالماء، وكندلكو برفق في حركات دائرية للشعر، وكنتركو لفترة قصيرة ما كتراوحش بين 5 حتى 10 ديال الدقائق، ثم كنغسلوه عادي. وبزاف الناس اللي استخدموا هاد الشامبوان الجانوزي وانا وحده منهم حسينا بالفرق، وفرق كبير من حيث الكثافة ومن حيث الطول ديال الشعر ومن حيث اللمعان ديالو. وما ننساش واحد الحاجة، مبقاش كيتساقط الشعر. كنهضروا هنا على الكثافة ديالو،
وما نساوش واحد الحاجة واهم شيء اللي كيعطي واحد الرطوبة بعد ما كينشف الشعر كيولي رطب. وهذه تجربتي الشخصية اللي الان مبقيتش كنستغنى على هذا الشامبو الصحي الرائع الطبيعي. واحد السؤال اللي كيتسأل بزاف وكيتكرر، اللي واش الشامبو ديال الجانوزي عنده شي اضرار؟ هذا سؤال خطأ. فالشامبو ديال الجانوزي ديال TXN كما ذكرت طبيعي وصحي وما فيه حتى اضرار، بالعكس الفوائد ديالو كثيره للشعر وفروة الرأس بالخصوص. ولكن بعض الاشخاص كيسألوا هذا السؤال لاسباب عده، غنذكر منها البعض. بعض الاشخاص وجدوا ان تساقط الشعر بدا كيتزاد، ذلك بعد استخدام الشامبو ديال الجانوزي في البدايات ديالو. وكذلك بعض الاشخاص كتحدث عندهم في البداية ديال استعمال ديال الشامبو كتبدا كتكون لهم واحد القشرة في الجلدة ديال الرأس، وهذا مؤشر ايجابي لان المفعول ديال الشامبوان بدا كيعطي المفعول ديالو، وهذا مؤشر ايجابي اللي كيدل على ان الشامبوان يبدا في معالجة الرأس. غير صبروا واحد شوية ان شاء الله، وفترة وجيزة كيبدا تحيد ديك القشرة وتساقط الشعر كيوقف، والحمد لله كتعطي واحد النتائج رائعة. غير المداومة، وكما سبق وقلت لكم الطريقة راه جد فعال. خلاصة الموضوع، تعرفنا على الشامبو ديال الجانوزي ديال TXN والفوائد ديالو، وما تستغربوش من الفوائد ديالو الكثيرة، لذلك لانه كيحتوي على خلاصة الفطر الجانوديرما، وهذا الفطر كما سبق وقلت لكم معروف بالفوائد ديالو المذهلة الرائعة، وكذلك مكوناته الطبيعية مما كيجعل الشعر طبيعي وصحي بخلاف المواد الكيماوية الضارة. لذلك كنصحكم جربي الشامبو ديال TXN الصحي، وما تنسيش تعطينا تجربتك في التعليقات. غنتسناكم ان شاء الله باش يستافدوا وحدين اخرين اللي كيعانيوا من المشاكل ديال الشعر. الى هنا خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم الفيديو، وتكونوا استفدتوا من هذا المنتج الرائع اللي غيهنيكم من بزاف د الحوايج. وراني ان شاء الله غنجيب لكم منتوجات اخرى من منتوجات TXN، والشركة تبارك الله راه عندها مجموعة من المنتوجات، وغنبقى كل مرة نبارطاجي معكم منتوج. كذلك الدور ديالكم ما تنسونيش من لايك وبارطاج وواحد تعليق محفز، او اي سؤال بغيتو تسولوني عليه مرحبا، وانا بالدور ديالي غنجاوبكم، واي سؤال طرحته ان شاء الله راني غنجاوب عليه. بالنسبه للناس اللي بغاو يتسجلوا واللي كيتواصلوا معايا فمرحبا والف مرحبا. من طبيعه الحال غنخلي النمره ديالي فوق الفيديو، وكذلك الكود ديال الخصم. هاد الكود اللي كيتسمى بالكود ديال العضويه. هاد الكود كيتعطى بعد التسجيل ديالك، كتحصل على كود وعضويه مدى الحياه اللي كيكون فيها خصم لكل منتوج. هاد الكود كيتسمى كود العضويه. بما انك وليتي عضو في الشركه فكتخول لك الشركه تحصل على تخفيض لجميع المنتوجات ديالها. ومن طبيعه الحال منسوش الدخل الاضافي للاستهلاك والتسويق ديال المنتجات، واضافه الى مكافآت وعلاوات ورحلات مجانيه والوصول مراحل معينه في الشركه. ان شاء الله بان لي هذا موضوع زوين، ان شاء الله غنطرق لكم فيه ان شاء الله في الفيديو الجاي، كيفاش انك غتحصل على كود العضويه، علاش انت اصلا في TXN، شنو طالبه منك TXN،
واش هاد التسجيل مجاني ولا بالفلوس. الرتب ديال الشركه، على شحال عاد بنادم كما كنقولوا السؤال بزاف نوليو نتخلصوا في الشركه، وزيد واش الشركه كتخلص على الاشارات اللي كدير لها. بزاف الاسئله، كاينين بزاف ديال الاسئله. باش ما نطولش عليكم لا فيديو، غنخليو ان شاء الله الفيديو الجاي نوضح لكم بزاف الامور. good morning DXN، وما تنسونيش من الدعم ديالكم، وخليو ليا تعاليقكم وتشجيعاتكم ليا، ولايك وبارطاج للصفحه باش تعمل فائده للجميع. الى هنا كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.